الزمالك والاسماعيلي وحقيقي شابوه لنادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك بيقدموا مباراه فاتت مباراه سيئه قدام المقاولون العرب. يعني زي ما بنقول كده بالوصف بتاعنا كان المقاولون هو اللي يكسب مش يتعادل في المباراه، فبيجي نادي الزمالك النهارده وبيصالح جمهوره بفوز كبير وباداء وبنتيجه. هنيجي نتكلم على نادي الزمالك النهارده، هو ده الفريق بقى اللي بيصالح جمهوره، هو ده الفريق اللي بيعرف يصلح من اغلاطه. بعد مباراه المقاولون اللي فاتت انا توقعت ان اما نادي الزمالك هيقع وهيستمر في ان هو يقع او ان هو هيقدر يقوم. النهارده الاسماعيلي كان في ناس حاطه امل ان الاسماعيلي يقدر يوقف الزمالك، طيب بناء على ايه؟ طب الاسماعيلي ضايع من المباريات اللي فاتت، هيجي النهارده هيوقف الزمالك؟ طيب ازاي؟ يا عم ده ميدو اول مباراه ليه، ما هو تمام اوكي، ميدو مش من اول مباراه ليه، مش ماسك تمرينه 2 للفريق هينزل يكسب الزمالك، مش كده ابدا. احمد سيد زيزو، اسامه نبيه، امام عاشور، دي لعيبه تقدر تبني عليها فريق، دي لعيبه كده تحطهم وتكمل عليهم باقي الفريق، اي عناصر هتحطهم جنبهم هم قادرين يغنوك عن كل اللعيبه التانيه. احمد سيد زيزو ما شاء الله يعني حاليا هو مصنف افضل لاعب في الدوري المصري بدون ادنى شك. هو ده الفريق اللي عايز يصالح جماهيره، هي دي اللعيبه اللي عايزه تلعب كوره، هي دي اللعيبه اللي عطشانه الكوره حتى لو مستوياتها قليله، ولكنهم بيعرفوا يعوضوا المستويات القليله دي بانهم يكونوا موجودين بروح على ارض الملعب. فانا بقول لنادي الزمالك النهارده شابوه، يا عم انت اهلاوي ازاي بتتكلم كده؟ اقول لك ما اهو ده الفريق اللي عايز يصالح جماهيره، ده مجلس الاداره اللي بيعرف يدخل اعداد جماهير، دي جماهير بتروح وتحضر وبتدخل وبيتوفر لها كل سبل الراحه. على الجانب الثاني مجلس الاداره مش بيحاول يدافع عن حقوق فريقه، مش بيحاول يخلي اعداد من الجماهير تحضر، مش بيحاول يوفر سبل الراحه للجماهير او يحمسهم ان هم يحضروا اكتر المباريات، مش موجود ده ابدا. اللعيبه فاقده الشغف تماما، ما عندهمش اي شغف ان هم يلعبوا كوره، زهقانين من الكوره والكوره كمان زهقانه منهم. نادي الزمالك انا شايف ان عنده مشاكل فنيه وبالجمله وممكن يواجه مشاكل كتيره جدا في افريقيا، ولكنه بيلعب بان هو انا هنزل استمتع بالكوره، انا هنزل اعمل اللي عليا والباقي ده بقى بتاع ربنا. فنادي الزمالك النهارده انا من اول المباراه كده، من اول حتى من الاسماعيلي جاب الهدف، انا بفتح المباراه على جول الاسماعيلي بسم الله الرحمن الرحيم، انا قلت لا، انا نادي الزمالك هيحاول ان هو يجيب وهيعرف يجيب. جاب التعادل، ما توقعتش ابدا ان الاسماعيلي هيقدر يجيب الثاني، لا ده هم هيجيبوا الثاني والثالث وهتبقى حفله اهداف. الاسماعيلي فريق واقع، مش ميدو اللي هيجي من تمرينه ولا اتنين يخلي الاسماعيلي يفوز على الزمالك، مش ده يحصل ابدا. يا بخت الزمالك بلاعب زي زيزو عارف يشيل الفريق، عارف يمشي بالفريق كويس جدا، عارف تبني عليه فريق. من بعده بيجي امام عاشور، من بعده بيجي بقى روح الشباب واللاعب اللي طالع فريش وهو اسامه نبيه اللي رجله حلوه جدا على الكوره. فنادي الزمالك لا، هم عارفين بيعملوا ايه كويس جدا في الدوري، بغض النظر عن ان انا شايف ان هم هيواجهوا مشاكل في افريقيا، ولكن في الدوري هم عارفين بيعملوا ايه، هم عارفين ماشيين ازاي. وتقريبا ده نفس سيناريو الموسم اللي فات بيتكرر، نفس سيناريو الموسم اللي فات بيتكرر حرفيا بكل حاجه فيه. دول كلمتين كنت حابب اطلع واقولهم، والفيديو الصغير بتاعنا او الحلقه الصغيره بتاعتنا خلصت. سلام.